لكن الشيء اللي عمل الفارق اليوم هو الجانب البدني. اظن باللي الفريق تاعي كان واضح عليهم تعب، واضح عليهم العيا، هذا اللي ادى الى سوء التركيز خاصه في الحاله الدفاعيه، وارتكبنا بعض الاخطاء خاصه في الشوط الاول. كذلك من الناحيه الهجوميه كانت عندنا فرص كميه فرص في الشوط الاول، كانت دائما ناقصتها اللمسه الاخيره. نظن باللي لسوء التركيز لتعب، هذا الشيء اللي اثر علينا. ما يخفالكش اليوم كانت عندنا يعني غيابات مؤثره، عندنا ثلاث غيابات في نفس المنصب في الخط الخلفي في قلب الدفاع. عندنا رطيبه اللي نتمناو له الشفاء اليوم، راح يعمل عمليه جراحيه. عندنا احمد صالح اللي مشى يعني بسبب عنده الفرح تاعو كان الاسبوع هذا، مشى بعد المباراه الاخيره. كذلك اللاعب السوداني المحترف منجد المنذر اللي انتهى عقده قبل يومين. ما كانش عندنا حلول كثيره يعني في الخط الخلفي، وين شفنا لاعبنا ظهير ايسر في خط الدفاع كقلب دفاع. كذلك يعني الغياب تاع بابل اري بابل كابتن الفريق تاعنا ثاني كان واضح. كل هذه العوامل ادت الى ظهور تاعنا المحتشم اليوم. نظن باللي اللاعبين قدموا كل ما عندهم اليوم. نقدر نقول اللاعبين كانوا مستهلكين من الناحيه البدنيه، ما قدروش يطبقوا الشيء اللي كان مطلوب منهم. امور اللي طبيعيه في ظل يعني كثافه المباريات. تحب انك تكون عندك يعني خاصه من في الدكه يكون عندك لاعبين بدلاء في نفس مستوى اللاعبين الاساسيين، وهذا اللي كان ناقصنا. دريس على العموم نقول هارد لك الجماهير تاعنا. بقات لنا مقابله ان شاء الله راه نكملوها ان شاء الله، باش دائما نبقاو نكافحوا السباق تاعنا، السباق على الاقل نكونوا في البوديوم. ومره ثانيه نقول مبروك للفريق الاهلي.